التضافر مش مجرد كلمة، ده سر بيحول الاختلاف لطاقة، وبيحول المجموعة العادية لفريق خارق. خلينا نسمع القصة دي مع بعض. في مدرسة صغيرة، أعلن المدرس عن تحدي غريب: عايزكم تبنوا جسر من الورق يشيل أكبر عدد من الكتب. كل مجموعة بدأت تتحرك. مجموعة أولى قائدهم مسيطر جدا قال: هنعمل اللي أنا بقول عليه وبس. وفعلا نفذوا فكرته، لكن الجسر انهار بعد أول كتاب. المجموعة التانية كل واحد قعد يعمل فكرة لوحده، ولما جم يركبوا الورق طلع شكل عشوائي جدا، والجسر وقع قبل ما يبدأ. أما المجموعة التالتة كان في بينهم اختلاف كبير، واحد عايز يعمل مثلثات، والتاني عايز يعمل أعمدة، والتالت يقترح يطوي الورق بطريقة جديدة. في البداية اختلفوا، لكن قرروا يسمعوا لبعض ويجربوا. جمعوا الأفكار وطلعوا بتصميم مختلف عن الكل. النتيجة؟ الجسر بتاعهم شال مش بس كتاب واحد، ده شال 10 كتب كاملة، والكل اتبهر بيهم. الاختلاف مش خطر، ده فرصة. القائد الحقيقي يسمع قبل ما يقرر. العمل الجماعي أقوى من الفردي. الحل المشترك 1+1=3 هو اللي بيصنع الإبداع. زي ما شفنا في القصة، التضافر بيخلينا نعمل اللي مستحيل نحققه لوحدنا. اسمع غيرك، احترم اختلافه، واشتغلوا مع بعض، وساعتها هتكتشف إن 1+1 ممكن يساوي 3. ما تنسوش تشتركوا في القناة ليصلكم كل فيديوهاتنا.